صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحاجات اللي احنا هنقول عليها اللي هي بترفع معانا الاوزان، كل الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي هترفع معانا اوزان الفراخ. اول حاجه الاحماض العضويه. ايه فايده الاحماض العضويه؟ الاحماض العضويه هتساعد الفرخ على ان هو يمتص كل العناصر الغذائيه الموجوده في العلف، هتحلل العناصر الغذائيه الموجوده في العلف كلها في جسم الفراخ عن طريق ان هي تشتغل عندي الجهاز الهضمي، فبالتالي الفرخ اي حبايه علف هياكلها فكده هو هيستفيد بيها، هتطلع عندي عن طريق تحويل وعن طريق اوزان. مش هيبقى عندي فيه في الفراخ ان اخراج الفراخ متفتت او مثلا بينزل كده في هيئه حاجات كده خشنه مش مهضومه فيها علف مش مهضوم، فبالتالي انا كده اعرف بالظبط ان الفراخ عندي مش مستفيده بالعلف اللي هي بتاكله، مش بتحاول تديني اوزان مع سحب العلف اللي عندي، في عندي سحب علف كويس بس الاوزان عندي متاخره، فبالتالي اعرف ان الفراخ مش بتستفيد بكميه العلف اللي هي بتسحبها. الاحماض العضويه من الحاجات اللي هتخلي الفراخ تمتص كل العناصر الغذائيه الموجوده في العلف وتحولها وتدهاني لحم في جسم الفراخ. طب الاحماض العضويه دي اجيبها منين؟ اجيبها من عند البيطري، او لو انا عندي اعداد صغيره ممكن ان انا استعمل الخل المنزلي، يعتبر فيه احماض عضويه بمقدار 15 سنتي للتر المية، بس طبعا مش هينفع انزله كل يوم، كل 3 ايام سوا. دي حاجة من الحاجات اللي هترفع عندي الوزن. الحاجة التانية هي الأحماض الأمينية، وقلت عليها من بداية فيديو الاستقبال إن احنا نزلنا الأحماض الأمينية للفراخ أول 3 أيام. ليه؟ لأن الأحماض الأمينية فيها بروتين مسؤول عن التحويل، ده غير إن هي هتشتغل معايا على عظام الفرخ، هتقوي عظام الفرخ، فبالتالي الفرخ هيحمل ويديني أوزان. بس برضو ما ينفعش ان انا انزلها كل يوم. ليه؟ لان فيها نسبة بروتين عالية، والفراخ في العمر الكبير مش محتاجة بروتين، على الاقل ان انا انزلها مثلا كل يومين او 3 مرة. دي حاجة تانية من الحاجات اللي هي هترفع عندي الوزن. تالت حاجة البروبيوتيك. البروبيوتيك ده عبارة عن بكتيريا نافعة. في العمر الكبير لازم احافظ على الفراخ عندي من الاسهالات، ان ما يحصلش عندي اسهال. لو حصل عندي مشكلة، حصل عندي اسهالات في اخراج الفراخ، صعب ان انا انزل مضاد الحيوي، لان نزول المضاد الحيوي في الوقت ده هيسقط عندي المناعة. الفراخ في عمر الشهر مش محتاجة اي مضادات حيوية. البروبيوتيك بقى هيغنيني عن المضاد الحيوي، هيعالج عندي مشكلة الاسهالات لو انا عندي مشكلة اسهالات بسيطة في الفراخ، او لو انا ما عنديش فانا هنزل بروبيوتيك لانه هنشط معايا البكتيريا النافعة. ومادام انا نشطت البكتيريا النافعة ما بقاش عندي في معايا الفراخ بكتيريا ضارة، الفراخ كده بتهضم بشكل كويس وبتسحب العلف عندي بشكل كويس، وفي نفس الوقت ما فيش عندي اسهالات ومش بنزل مضاد حيوي يتعب لي الفرخ ومناعة الفرخ، فبالتالي كده انا عندي فرخ سليم. فده برضو حاجة من الحاجات اللي هترفع معايا الاوزان. طبعا مش معنى كلامي ان احنا مش هننزل بروبيوتيك بس الا في العمر الكبير، لا، البروبيوتيك هينزل في اي عمر. انا ممكن كمان انزله من الاسبوع اول 3 ايام من عمر الكتاكيت، علشان لو الكتاكيت جايه عندها بكتيريا ضاره في الامعاء زي مثلا السلمونيلا، فالبروبيوتيك هيساعد معايا على ان انا اتغلب على البكتيريا دي واعالجها. دي تالت حاجه هتساعدني في رفع الاوزان. طيب لو انا عندي مثلا عدد صغير 10 15 20 كتكوت، ما عنديش الادويه دي كلها، الاقي البكتيريا النافعه دي فين؟ ممكن نلاقيها بكتيريا النافعه موجوده في الزبادي. الزبادي كان في الاصل لبن، ايه اللي حوله وخلاه زبادي؟ من لبن لزبادي بكتيريا نافعه اضافت على اللبن ده، خلت اللبن بقى زبادي، فبالتالي البكتيريا النافعه دي لما انا هنزلها للفراخ، سواء مثلا عملتها خلطه كده على عارف زي الخلطه اللي انا قلت عليها، او مثلا نزلتها في الميه، ضربتها كده في الخلاط ونزلتها على الميه، دي برضو بكتيريا نافعه لو انا بربي عدد صغير. طيب ايه كمان ممكن ان هو يرفع معايا الاوزان؟ حاجات طبيعيه واعشاب. الحلبة دي سيدة الاعشاب، معروفه ان هي بترفع الاوزان حتى عن الانسان، فانا اغلي الحلبة وانزلها. لو انا مثلا بتكلم في الوقت الحالي عن العمر الكبير هنزلها كده وحدها من غير اي حاجه، انما لو في العمر الصغير زي ما قلت ممكن ان احنا ننزلها مع الخميره، ممكن ان احنا ننزلها مع العسل، بس طبعا في العمر الكبير لا، هستبعد العسل والخميره نهائي، مش عايزين اي حاجه تسبب عندنا مشاكل. الحاجات اللي انا قلت عليها بس هي اللي هتنزل في العمر الكبير. طب لو مكمل معايا الفيديو لحد هنا، يا ريت تحط لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس لو انتم مش مشتركين. واللي عنده اي سؤال او عنده اي استفسار اتفضل اكتبه في التعليقات، ان شاء الله هرد على كل الاسئله، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.